اهلا بيكم في فيديو جديد. يلا بينا نعمل فرخه محشيه فريك. هتعجبكم جدا جدا، ومعاها محشي بتنجان وكوسه وفلفل. يلا بينا نشوف الطريقه. يلا بينا. هنبتدي بحوالي نص كوباية زيت. رفعناهم على النار، نزلنا عليهم أول ما يسخنوا بحوالي 3 بصلات كبار. أول ما يدبلوا يدبل أو يصفر كده حاجة بسيطة، ما تخلوش يحمر خالص البصل للمحشي عشان ما يبقاش تقيل عليكم يعني. وبعد كده نزلت بحوالي معلقة صغيرة سكر. أول ما البصل خد لون كده ذهبي بسيط قوي، يعني هنديله تشويحة حوالي 3-4 دقايق. بعد كده كيلو ونص طماطم متسبكة، حوالي برضو 3-4 دقايق كده على نار الطماطم لأنها متسبكة. وبعد كده معلقة شطة حسب الرغبة، ومعلقة بابريكا برضو، لو انت عايزاه يبقى لونها أحسن من كده كمان يعني. وبعد كده حزمة شبت وحزمة بقدونس وحزمة كزبرة. هنقلبهم بقى مع البصل والطماطم زي ما انتوا شايفين. وبعد كده هنزل بمعلقة كبيرة كزبرة وملح وفلفل، وال11 بهار أو مكعبين مرقة بدلهم، يا دي يا دي. 11 بهار موجودة على القناة. لما تعملوها احتفظوا بيها في درج التلاجة. قلبناهم كويس. وبعد كده هنجهز بقى ايه كيلو رز، عشان انا عاملة 2 بتنجان وكيلو كوسة وربع فلفل. كيلو رز. وبعد كده هنقلب حوالي 3-4 دقايق على عين متوسطة، وبعد كده هرفعهم من على النار. خلاص على كده تمام. طبعا بقى البتنجان هنحشيه اهو زي ما انتوا شايفين. هتحشيه لحد نصها بس، ما تملهاش للاخر طبعا، او 3/4، بس يفضل يعني نصها. والفلفل برضو كده والكوسة برضو كده، وهتروحي رصهم في الحلة. وبعد كده هقولك هنسقيهم طبعا بايه. طبعا بقى سهر وضحى هما اللي حشوا الكمية كلها ورصوا في الحلة بصراحة، مش انا يعني. هنا طبعا بقى بعد ما اتحشى خلاص هنعمل ايه. مية سخنة حوالي 3 كوبايات. 3 كوبايات كبار يعني. عليهم رشة ال11 بهار. وخلاص على كده زي ما انتوا شايفين كده. بصوا المية مش على الوش، لا، نص الحلة. هتعلي اول 10 دقايق، وبعد كده هتروحي موطية حوالي 10 دقايق على عين متوسطة يعني. هنا بقى الفريك نص كوباية زيت. عليها بعد كده حوالي نص كيلو طماطم، تقطعيها نصاص كده، وبعد كده تشيلي منهم القشر زي ما انت شايفة كده. نفس طريقة الفريك اللي احنا عاملينها طاجن فريك بالشيش. وبعد كده نزلت ببصلاية مفرومة، وبعد كده 3-4 فصوص توم وواحد فلفل حامي حسب الرغبة أو 2، وفلفل رومي متقطع قطع متوسطة. وديتهم تشويحة حوالي كده 10 دقايق، وغطيتهم وسبتهم مع نفسهم يعني. دي رشة سكر. هي الطماطم دلوقتي بصوا خلاص فكت لوحدها وبقت زي الفل. احلى طريقة للفريكة تاكليها. ودي فلفل حامي وده فلفل رومي متقطع قطع. ملح وفلفل وال11 11 بهار بديل المرقة. ما فيش ال11 بهار مش عاملينها زي ما انا قلت، هتحطي مكعبين مرقة. خلاص. الفريك اهو غسلناه كويس ومنقوع ومتصفي وزي الفل. طبعا انت هتعملي عشان فرخة واحدة هتحشيها، هتعملي حوالي ربع كيلو فريك. طبعا هتعملي بقى ربع كيلو طماطم، واحد فلفل حامي، بصلاية. يعني هتقللي طبعا الكمية خالص يعني. هتعملي ربع كيلو فريك. هتبقى هتعملي عليه ربع كيلو طماطم و3 فصوص توم، واحدة فلفل رومي وواحدة فلفل حامي ومعلقة مثلا معجون طماطم كمان، وملح وفلفل اسود، و11 بهار او مكعب مرقة. انا ما بقتش استغنى عن ال11 بهار بصراحة، لانها بنستخدمها في جميع الاكل. معلقة معجون طماطم محترمة كده يعني. طبعا انا سبتها على النار بالاسلوب ده كده حوالي 10 دقايق على عين هادية خالص، فالفريك كان زي المفلفل، وزي دخل في السوا. يعني انتوا ما تستغربوش ان انا ما سويتش الفريك، ما تستغربوش خالص. طبعا بقى الفرخة انا غسلاها كويس ومصفياها على الاخر يعني، بصوا ما فيهاش نقطة مية.
ونقعيها حوالي ساعتين في التلاجة في 3 4 معالق سكر على 3 4 معالق ملح. خلاص تمام. هنا بقى هنعمل ايه؟ هنتبل الفرخة. ده الفريك انا بوريهولكوا يعني. رشة ال11 بهار، ملح وفلفل اسود، ملح وفلفل اسود، مع عصير برتقانية، عصير ليمونية، او معلقة خل، حاجة من التلاتة، اي حمض من التلاتة. ودي معلقة عسل ابيض، ما عندكيش يبقى معلقة معلقة عسل اسود، او معلقة سكر، مفيش مشكلة. ودي طماطميتين مضروبة في الخلاط، او في الكبة نعميها على الاخر، وحوالي بصلاية كبيرة مفرومة ناعم خالص. خلاص يا ضحى امسحيها فيا. عصام مشغل اغاني فضحى قايمة تزعقله، فقامت ضحى سهر زقتها. هنا بقى ايه؟ بتخانق مع الفرخة، عمالة بقى اتبلها من جميع النواحي. سهر بتقولي سيبي لي الموضوع ده يا ماما، انا قلت لها لا لا سيبيها. ضحى اتضربت جوه. وبعد كده قمت من تحت الجلد فضلت احشيها. على فكره التتبيله دي يعتبر بتاعت ماما، ربنا يديها الصحه. ما كانتش بتتبل الفراخ الا كده زمان، احنا دلوقتي تحدثنا في الاكل. بقينا ناس حديثه. كانت بصل وملح وفلفل، ماما كانت بتتبل الفراخ كده بصراحه على طول. متهيألي اختي برضو طالعه لها كده. هنا بقى حشيتها فريك، وحشيتها من تحت الجلد، ما خليتش فيها حاجه. بصوا خليناها بطايه وقفلناها بالرباط. سهر قالت لي كده احسن. وفي نفس الصينيه من غير نقطه ميه حطيناها في الرف اللي في النص لمدة ساعة ونص. وعايزة تعمليها قبليها بيوم، تسيبيها في رف التلاجة تتبل، مفيش أي مشكلة. بصوا شكلها بقى جميل ازاي. لازم نلبس الكاونتي عشان الحفاظ على الطعام، مش عايز يتلبس. كده بعد ما نلبس الجوانتي بعد الحرب كبيرة. يلا بينا هنغرف. قشطة. يلا. طب نغرف ونجيلهم. يلا. احنا هنا غرفنا ورصينا الرصة المحترمة، رصة هبة وولدها. محدش علمنا بعد اذنكم بقى. حط يعني اليوزر بتاعنا كده في الفيديو كده ولا ايه؟ مش فاهمة. المهم هنطلع الفرخة المسلوقة بقى. الفرخة بتاعتكم. قشطة. يلا سهر. ويتف... تعالي انت ميتة كده ليه؟ استنوا يا جماعة، استنى انا هعرف اتصرف دلوقتي. لا اقفلي ثواني بسرعة، تعالي نرجع لك. يلا بسرعة. طبعا احنا هنا بعد الفرخة بتاعتنا. تسلم ايدك، تسلم ايدك بجد. خفي عشان تطلعي من كده شتمت. هما زهقوا مني. هنعمل ايه تاني؟ نحط فريك كده بعد ما غرفنا الصينية. إذا عجبكم الفيديو لايك وشير واشتراك في القناة عشان يوصلكوا كل جديد. أنا واثقة إن هو هيعجبكم الفيديو. أنا واثقة عشان أنا فيه طبعا، صح ولا إيه؟ صح؟ هشوفكم في فيديو جديد. السلام عليكم ورحمة الله.